يعني ده يرضي ربنا؟ هو ده ذنبنا علشان بنقاوم بطريقتنا؟ احنا شعب ضعيف، هنعمل ايه يعني غير اننا نقاطع؟ اما حاجة غريبة والله، يعني احنا قلنا نستغل الفرصة وندعم المنتج المصري، في حين ان المنتجين المصريين بيستغلوا الفرصة علشان يرفعوا الاسعار علينا. فعلا إنه زمن العجائب في بلاد الغرائب. قطعنا البيبسي وكل الحاجة الساقعة الأجنبية، صاحبة العلامة التجارية العالمية، ودعمنا سبيروت باتس بتاعة الدبانة وكل الحاجة الساقعة المصرية اللي ما كناش بنعرف ننطق اسمها أصلاً ومحدش كان يعرف لها اسم، وشهرناها. ورغم إن الماركة العالمية هي الأفضل وهي الأكثر جودة والألذ طعماً والأطيب، حلوة قوي مذاقاً، إلا إن الست الساقعة المصرية اللي محدش كان يعرفها شافت نفسها علينا بعد ما عملنا لها قيمة، زودت أسعارها للضعف. الشاي الليبتون اللي هو معروف إنه الأفضل والأكثر جودة برضه قطعناه دعماً لغزة، وبقينا كلنا نشرب شاي العروسة والكابوس وكل شاي مصري وبندعمه. فما كان من العروسة إلا إن الست عروسة زودت مهرها علينا واتنططت على اللي جابونا، وسعرها زاد 4 مرات خلال ال40 يوم اللي فاتوا. وحتى الكابوس كتم على نفسنا وزود سعره هو كمان. مسحوق الغسيل المصري اللي كان ملوش أي 30 لازمة في السوق بقى بيتنطط علينا وبيزود سعره بعد ما كانوا التجار بيدللوا عليه في السوق كده. وكل ده بسبب إننا قطعنا الإريال وبرسيل وباقي المساحيق والماركات العالمية دعماً للمنتج المصري ومقاومة للشعب الغزاوي. فعلاً إحنا اللي نستاهل كل اللي بيتعامل فينا. والله زي ما بقول لكم كده، إحنا اللي نستاهل، حقكم علينا. يعني العالم العقلة الكمل دي بدل ما يرفعوا جودة المنتج بتاعهم ويحافظوا على السعر ويبيعوا كتير ويكسبوا أكتر ويستغلوا الفرصة، لأ، دول سابوا كل حاجة واستغلونا إحنا. هو الشعب المصري ده ملوش حد يدعمه يعني ولا إيه؟ ملوش أهل يسألوا عليه؟ هو إحنا بس اللي مكتوب علينا ندعم كل حاجة وكل حاجة تغلى علينا برضو؟ هم المنتجين والتجار عايزين مننا إيه؟ ارحمونا، خنقتونا، تعبتونا. ما تنسوش تشتركوا في قناة مصر اليوم على يوتيوب وتفعلوا زر الجرس علشان يوصل لكم كل الأخبار أول بأول.